يا الله، السلام عليكم، حياكم الله أصدقائي. شلونكم؟ إن شاء الله بخير. طبعا احنا نصور فيديوهات، نجمع معظم الأسئلة تقريبا ونخليها في فيديو واحد. سبق وإن قلنا إنه احنا نجاوب على قدر المعرفة، يعني لا خبير تكتيكي ولا خبير جنائي. أعرف شيء أجاوب عليه، أعرف يعني جوابي على قدي، يعني مو جواب عالم أو جواب متكامل. أجاوبك على اللي أني أسوي، وأني ما أنصحك تسوي اللي أسوي، بس إذا اقتنعت سوي خلاص. ويعني دائما أنا أقول لكم لا تأخذ بحكاية أحد، لا أنا ولا غيري. زين. طبعا أسأل أسئلة المتداولة على بخصوص العزولات والإجراءات اللي اتخذتها الشرطة المجتمعية. يا أخي، القانون يقول احترم تحترم، والمثل يقول حرامي لا تصير من السلطان لا تخاف. انت اذا ما مؤذي فما حد يوصل لك. زين. انت اذا بطبيعة الحال بيتك مستور، حماماتك يعني على قد يطيرن ويحطن، اذا انت لا صافورة ولا هوسة ولا فايبر ولا ما اعرف شنو ولا فوق السطوح ولا تتعارك ويا ذاك من السطوح، لان هذه الحالات كلهم شايفين يعني. زين، بدون ذكر اسماء بدون فد شيء. زين، هذني كل الحالات كلهم شايفين. وبعدين يعني عدا هذا انه ترك وهاي والله منظرهن منشز. الله شاهد، يعني تباع العازله تقول هذا شلون يصعد عليه، يعني بهوية الطير. زين، انت ما رايد روحك. زين، هاي من توقع وين توقع؟ توقع على بصفك، توقع على سيارة، توقع على فد شيء. فاخوان، هو الاجراء بسيط. الاجراء بسيط، انه تجي عليك شكوى بخصوص الحمام، بعد يشتكي عليك حربك، يشتكي عليك جارك، يشتكي عليك غير احد، الله اعلم. بس انت اذا مو مدي ما حد العلاقه بيك. اذا انت بيتك ستاره عاليه ومن بينه ما حد له علاقه بيك، لان هذا يعني الهوايه تعتبر فد شيء فلكلوري وفد شيء تراثي وفد شيء موجود. يعني المماليك عندهم طيور، مو عندهم مثلك عنده ارافل ويصوفر ويشمر فايبرات، لكن عنده مثلا اكو اقفاص مال زينه وفد شيء. لكن انت كلها تنحصر بخانه واحده، انه انت مربي حمام. فانت ليش تعكس الصوره السلبيه؟ يعني ليش ما تعكس صوره ايجابيه؟ انه الحمام بميزات، يعني الطير بيه وفاء، الطير بيه يعني وفاء الصاحبه، خلينا نقول. وبالنسبة إلك هو تفريغ للطاقة السلبية. أنا هسه قعدت من النوم ضايج بوجهي، جيت شغلت وجيت للطيور. زين، أجي هنا بدل ما أتعصب على أحد أو فد شيء، يعني ببالي حسبه والحمد لله والشكر. عندك مشكلة، عندك هم، عندك فد تجي هنا تنساهل، سواء طير يطير أو بخانة أو فد شيء. أنا ما عندي طير يطير، أجاني على الخانة تونس عليه. زين، هسه هاي صلوات بيضة الثانية، ذيك بيضة الثانية حافظن، يعني مو شو اسمه. فانت نفس الشيء، احنا نشوف هواي امور ونشوف هواي اشياء، واحنا ما نحكي من باب انه يعني نقولهم وكل من عقله براسه ويعرف خلاصه. تشوفون انتوا هسه خب مواضيع الفكات، الله اكبر، يعني الجمهور الف يصفرون، ابو الحمام نفسه ما يصفر، وصعي معود للصافر راح، ويتوسلون بالعالم للصافر وهي العالم طلقات. هسه تشوف الفيديوهات كلها موجوده، يعني احنا ما نحكي شيء من عندنا. طلقات، يرمون طلقات على الطيور، بالاخص بهاي بالفكات. زين، انت هذا شو يشوف عليك المتلقي او المشاهد او الجار او الفتشي او اللي ما يعرف بالهوايه؟ شو يشوف عليك؟ ما يشوف عليك يعني حشاكم حشا قدركم، ما يقول هذا حسن السيرة والسلوك او مربى او فتشي او هاي، لا، هذا يخليك هيك بالعكس، ما يقتنع بيك بعد، ما يقتنع بيك. زين، مع العلم انت من اطيب خلق الله، وما لك لا زايده ولا ناقصه، يعني فد معلومه انه اللي يعرفها بس اللي يربي حمام. العفو. يعني جماعة الحمام من يقعدون، إذا قعدوا 10 15 20 ما عندهم سالفة غير الحمام.
زين يعني بكل مكان اكو فد نفاق، بالعمل اكو نفاق، هذا هيج، هذا غاب، هذا ما اعرف شنو، بتقعد بقهوه فلانه سوت هيك، فلان سوى هيك، فلان ما ادري مين اشترى سياره. الا بالحمام ما عندهم شيء. اقوى شيء بالنفاق يا معود، سمعت فلان يمضى عن 7 من عنده، صدق، وقال للثاني زيدهن سوان 10. يعني هو شوف، احنا بشر يعني والحبايه تصير كوبايه. بس قصدي انه يعني حتى حديثهم سوالفهم بالحمام ما يطلع عن طوره يعني. زين ينتظر الفجر ساعة حتى يصعد يطير، ينتظر الصبح ساعة حتى يصعد يطير. ابو الزاجي ينتظر شهر الواحد حتى يفك، ابو البصراوي ينتظر الهواء العالي حتى يطير، ابو الاحمر ينتظر الشتاء حتى يطيره يزيد وقته، اللي يفك ينتظر شهر 11 حتى. بفارغ الصبر يعني، عنده فد شيء كانما يعني فد موعد ولادة الطفل، راح يجي طفل يعني هيك شيء. زين فاحنا هوايتنا حلوة وبسيطة وما بيها فد يعني كلفة على النفس. زين وبينك بين الله ماكو شيء حرام يعني، بالعكس انت فد وسيلة انه هذا الطير، بس هذا الطير لو بالطبيعة ما اعتقد يظل عايش هالقد. زين راح وانصاد ونشوه وصار مرقة وهيك شيء. فبينك بين الله انت فد اكو علاقة رحمة وود بينك وبين الحمام، ما تأذي. زين يعني حتى قبل كان مثلا واحد يلزم من حربة يملصه هيك شيء، فعرفت الناس انه موضوع مو موضوع غل وانتقام، لا، موضوع انه انت حرام تسوي هالشيء. ما سامعاني صار سنين انه واحد ما لص طير، ما يملص طير او ياكلهن او فد شيء. فانت علاقتك الربانية كمربي وحمام يعني رئيس ومرؤوس، وعلاقة طيبة. فانت مثل ما علاقتك ويا الحمام زينة يعني، ازرع ود واعكس صورة ايجابية يم الناس وخلص. شيل هاي الصورة القديمة عن المطيرشي، مسمى مطيرشي. هسه احنا واحدنا يعني يزعل اذا قالوا له مطيرشي، هي مو زعلة يعني، هي مو زعلة يعني، الموضوع ما مو زعلة. زين للعلم انا يا يشوفني ويقول لي يا معود خلي لك كرسي، يا اخي خلي له كرسي يعني، دكتور انا وجاي اشرح لكم ورقه وقلم، لو بروفيسور وجاي يشرح. هي بالفطره واقفين قاعدين متربعين بقاع نسولف. هذا موضوعنا يا اخي، اعكس صوره ايجابيه. زين انت تريد تربي بالاصول وضمن امكانيتك، ما حد يقول لك سوي مثلا ما عندك امكانيه وسوي بيت 5 طوابق وسوي فشي وسوي هيك وجيب هيك واصرف هيك، لا، ضمن امكانياتك كل شيء تقدر تسوي. كنا نتذكر و90% من الجنايه بدوا هيك، مثلا اهلهم ما يخلوهم يربون او فشي، خلاله طابوقتين، طابوقه فوق طابوقه، وسواها هيك مثل القفص، وخلى فوقها معاكسه وصارت برج، والباب هم طابوقه، يوخرها ويطلع يعني بدايات ابسط من البسيطه. هسه الحمد لله الامور تغيرت، المادة تغيرت يعني، كنا محصورين ومحاصرين وماكو فلوس وعايشين بالقحط والجوع والحصار ومربين. هسه كيف ما تغيرت الامور والحمد لله، اكو سيوله واكو نقد واكو فلوس واكو سيارات واكو يعني كل شيء توفر. زين واحنا بعدنا احنا ما تغيرنا، لا خلينا نتغير وياه، تغير للافضل، تغير للاحسن لك، لان انت يعني ما تريد تجي مسبه لاهلك، يعطيكم الصحه والعافيه لكم ولعوائلكم، بس يعني لما احد والده متوفي او والدته متوفيه وتجيها مسبه من ورا طير، يعني موضوع كله صعب يعني. فكر بيه وشوف انه ليش. وحقه اللي يسبك، حقه لما نايم يعني انت بال5 الصبح بال6 الصبح بين صفير، بين عياط، بين طقطاقات، بين تشينكو وطق وطاق وطيق. زين وانت بمنطقة سكنية مو بحي صناعي لو فتشية حتى ما حد يضربيك. زين انت تخيل انه جارك مريض، جارك عنده حسبه بباله، جارك عنده ومو ذنبه يعني، مو ذنبه، هو نايم ببيته يعني، وانت جاي تزعج. فاخوان راح يخلص الفيديو للاسف طبعا، الموضوع